السلام عليكم ورحمة الله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم، ويا رب دايما في أحسن حال وأجمل متابعين في الدنيا، وبحبكم جدا وحشتوني جدا. النهاردة كده عملنا فيديو جديد كده لذيذ. عملت النهاردة أحلى أكلة كبدة. طبعًا كل يوم طبخ بقى ويعني كنا عايزين حاجة كده خفيفة أو حاجة كده سريعة، فعملنا الأكلة اللذيذة الحلوة أوي اللي أنتم هتشوفوها النهارده. طريقتي فيها بسيطة جدًا، وطبعًا أكيد أنتم بتعملوها أحسن مني بكتير، بس حبيت أعرض عليكم كده طريقتي وباعملها إزاي، ومستنية آرائكم برضه، ولو عندكم حاجة أو طريقة بتعملوها يعني ليها أحسن من كده اكتبوا لي في الكومنتات، مستنية كومنتاتكم وتعليقاتكم. آمم، جِبت كده كبدة، على فكرة ده نُص كيلو، ده نُص كيلو كبدة مش كيلو، ده نُص كيلو. نزلت فيه طبعًا بغض النظر، يعني قبل أي حاجة بغض النظر عن البوتاجاز وشكله ده. طبعًا أنا يعني آآ هتشوفوا في الفيديو اللي جاي بقى شكله بقى عامل إزاي، وبعد ما اتنضّف بقى، طبعًا البوتاجاز ده أنا يعني بيصعب عليّا شوية إن أنا أنضّفه علشان البوتاجاز في الصالة مش في مطبخ. ف يعني مش عارفة إن أنا أنضّفه كويس، بس يعني نضّفته كده بطريقة بسيطة كده، يعني هتشوفوها في الفيديو اللي جاي إن شاء الله. المهم دلوقتي خلّينا في الأكلة اللذيذة اللي إحنا هنعملها النهارده. نزلت هنا بنُص كيلو كبدة، نُص بس، خلّيتها تاخد كده صدمة في الزيت الأول في الطاسة. الطاسة دي يا جماعة هي كانت معدولة والله، بس مش عارفة هي كانت وقعت من على الرخامة، فاتّنت التانية فيها تانية كده بسيطة كده، يعني دايرة الطاسة نفسها مش مضبوطة أوي يعني. ف فوقعت، اتّنت التانية دي. المهم نزلت كده بالكبدة وباحاول إن أنا أشوّحها كده وأقلّبها تقليبة كده إيه. المفروض يعني حاولت أقلّبها بالطاسة بس ما نفعش، يعني حسّيت إن لأ، إن هي عايزة في ناس بتقول لك لأ ما تقلّبهاش علشان ما تتهراش أو ما تتبهدلش. أنا باحس إن ده في كبدة الفراخ، مش الكبدة الحيواني. باحس إن ده في كبد الطيور، لإن هي بتتهرى فعلًا، إنّما الكبدة الحيواني باحس إن إحنا لو قلّبناها كده عادي مش بيحصل لها حاجة. فقلّبتها عادي بالمعلقة لحد ما لونها اتغيّر وخدت صدمة كده في الزيت. بعد كده نزلت عليها بفلفل أخضر، ما كانش عندي فلفل أخضر كتير، كان عندي بس الكمية دي فحطيتها. آآ تشويحة كده، يعني بانزل الأول بالحاجة اللي هتاخد وقت أكتر في السِوَى، و ونزلت كده بالفلفل الأخضر. بعد كده نزلت ببصل برضه متقطّع شرايح. آمم هو البصل ما كانش متفكِّك أوي من بعضه، بس كان مع التقليب كده ومع السِوَى ب بتبقى كل حتّة في حتّة لوحدها، يعني ما بيبقى متفكِّك من بعضه بيبقى كويس جدًا. برضه عايزة أقلِّب تقليبة كده لكل الحاجة، يعني كل حاجة تدخُل في بعضها، الفلفل والبصل وكل الحاجات دي تدخُل في بعضها حلو أوي، ومع الكبدة. وبعد كده بقى أنا يعني في ناس بتتبِّل الكبدة لوحدها يعني قبل ما بتحطّها في الزيت وقبل ما بتعمل فيها أي حاجة بتحط بتتبِّل الكبدة الأول بتتبيلة كده، وبعد كده بتنزّلها في الزيت، تحط لها التوابل والحاجات دي قبل ما تنزّلها في الزيت. أنا مش باعمل كده، أنا باعمل كده في الكبدة اللي بتتعمل بانيه أو اللي بتتعمل برَدّة. إنّما في العادي كده الكبدة اللي هي الطريقة الإسكندراني دي بتاعة الساندوتشات، لأ، باتبّلها وهي بتتعمل على النار. وبرضه قولوا لي رأيكم أو قولوا لي إيه الأفضل أو إيه أحسن من الطريقة دي بتعملوه. هنا حطّيت شوية بهارات فراخ. بهارات فراخ دي أنا جايباها من هنا من السوبر من السوبر ماركت عادي، بس يعني إيه،
مش بهارات الفراخ بتاعة مصر، أو مش ال7 بهارات بتاعة مصر، مش حاساها مش زي بتاعتنا خالص، بس هي الموجودة عندي فحطيتها، حطيت بهارات الفراخ دي. ودي بهارات فراخ نوع تاني هندي، بس هي جت برّه الكادر يعني ما عرفتش أوريها لكم حلوة أوي. هي دي أحسن، يعني الهندي دي أحسن بكتير من البهارات اللي أنا حطيتها في الأول. دي يعني دي بهارات فراخ ودي بهارات فراخ، بس ده نوع وده نوع، فالاتنين بيدّوا مع بعض taste حلو أوي، بيدّوا طعم حلو أوي، فحطيتهم برضه. و وكمان حطيت شوية هنا دي بهارات الفراخ اللي هي النوع التاني، هنا بقى حطيت إيه، شوية هاحط لسه هنا شوية فلفل أسمر كمان، حطيت كمان فلفل أسمر، وحطيت ملح، بهارات فراخ وفلفل أسمر وملح. بس ما حطيتش أكتر من كده. وإحنا في رمضان طبعًا فمش بندوق الأكل، مش بنعرف ندوق الأكل، فأنا معايرة الملح، يعني باعاير الملح، باخلّي الملح إيه، مش باحط من الملاحة على طول أو مش من العلبة بتاعة الملح على طول، باحط كده الأول في معلقة بالمقدار اللي أنا عارفاه إن هو بيضبط الأكل، أو اللي أنا معايراه إن هو بيضبط الأكل، وبعد كده باحط الملح على الأكل. فباقلِّب بقى كُلّه، بادخّل كل بقى التوابل اللي أنا حطيتها، البهارات اللي أنا حطيتها مع الفلفل، مع البصل، مع الكبدة. الكبدة طبعًا هي مش جاية متقطّعة كده، أنا مقطّعاها شرايح، مقطّعاها التقطيعة الإسكندراني. الناس ممكن اللي بتتابعني مش من مصر مش هيعرفوا التقطيعة الإسكندراني، أو مش هيعرفوا طريقة الكبدة الإسكندراني يعني. طبعًا كلّكم منوّرين يعني، منوّرين، 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 وسواء أنتم من مصر أو من برّه مصر، اكتبوا لي في الكومنتات التعليقات بتاعتكم، أو تعليقكم إيه على الأكلة، أو يعني قولوا لي الطريقة بتاعتكم أو بتاعة بلدكم اللي أنتم بتعملوا بيها الكبدة، منكم نستفيد ومنكم نتعلّم يعني. فباقلِّب كده وبادخّل كل المكونات في بعضها، طبعًا الكبدة ال 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 الفلفل والبصل نزّلوا مَيّتهم أهو. فأنا دلوقتي بقى الخطوة اللي بعد كده، بعد ما قلّبت، أنا باحب أقلّب كل ما أحُط توابل أو بهارات، باحب أقلّب علشان أدخّل الحاجات كلّها في بعضها، كل حاجة تاخد من بعضها. مش بارتاح بصراحة غير لمّا أعمل كده، يعني مش بارتاح غير لمّا أقلّب كويس أوي بعد كل توابل أو بعد كل مكوِّن باحُطّه، مش بارتاح غير لمّا أقلّب كويس، باحس إن كده أفضل يعني. الخطوة الجاية بقى هاغطّي عليها، كل حاجة نزّلت مَيّتها، غطّي عليها علشان تستوي. الكبدة دي كانت كبيرة شوية في السِن، ال ال يعني خدت معايا سِوَى وقت أطول شوية، فحبّيت أغطّي عليها علشان تستوي برضه أكتر، والمَيّة اللي نزلت من الخضار تنشف وتبتدي تدخل في السِوَى بقى وتستوي. هانقل بقى الطاسة دي أو الwok دي على العين التانية، اللي هي الأهدى شوية، النار بتاعتها هادية شوية، وهاحمّر بقى إيه جنب الكبدة. هتشوفوا الكبدة هي مش هاسيبها كده، يعني هي مش هتتساب كده لوحدها أو مش بعيش بس، لأ هتشوفوا هاعملها بطريقة حلوة أوي في الآخر. هنا جِبت wok تانية، طبعًا أنتم عارفين إن أنا ما عنديش غير الطاسة دي أو ما عنديش غير الwok دي، زي ما قُلت لكم أنا قاعدة هنا مدة معيّنة بس وهامشي، فما حبيتش أجيب أغراض كتير علشان خسارة يعني هاودّيها فين. ف إن شاء الله في مصر، في البيت في مصر، هتشوفوا الأواني والصواني والwok والحاجات بتاعتي اللي هناك هتعجبكم أوي. جِبت هنا wok تانية، ما باحبش أعمل فيها والله، يعني الو ال ال الطاسة دي أو الwok ده ما باحبش أعمل فيه خالص، لإن زي ما قُلت لكم باحس إنه بيطلّع لون كده أو مادة كده لمّا باغسله، فبس كنت مضطرة، ما عنديش غيره، ما عنديش غير الحاجات دي هنا، فمضطرة طبعًا أمشّي نفسي وأمشّي حالي في المدة اللي أنا إيه قاعدة فيها. فطبعًا هنعمل إيه جنب الكبدة، قُلت هاحمّر كده جنبها بطاطس. البطاطس دي أنا جايباها بطاطس كده من السوبر ماركت، أنا اللي باقشّرها وباقطّعها وباحمّرها. طبعًا البطاطس دي أنا مش نافعة خالص في التحمير، هي مش بطاطس تحمير أو مش بطاطس للقلي، هي عايزة تتسلق. فأنا بابقى أجيب للتحمير اللي هي الجاهزة، اللي هي الصوابع، أو البطاطس الجاهزة اللي هي يا دوب على القلي.
فدي قُلت أجرّبها كده، أجرّب أحمّرها أو أجرّب أقليها كده، ما نفعتش يعني مش ما نفعتش، حسّيتها لونها إغماء، اتلسعت كده وما احمرّتش أو ما اتحمّرتش كويس يعني. بس طبعًا لازم أمشّي حالي يعني، بس قُلت خلاص هي دي أول مرّة وآخر مرّة هاعمل بيها، بعد كده هاجيب بطاطس للتحمير. حمّرت كده الكام بطاطساية دول، كمان الووك دي طلعت رخمة برضه أوي، حسّيت البطاطس بتلزق فيها، لإنها طبعًا مش تيفال هي ألمونيوم، فالبطاطس كانت لازقة شوية، فكنت محتاجة إن أنا أقعد أقلّب فيها علشان البطاطس طبعًا ما تلزقش، كنت محتاجة إن أنا أفضل أقلّب فيها كده علشان ت يعني شايفين اتلسعت أو خدت لون مجرّد ما حطيتها. سِبنا بقى البطاطس تتحمّر ودخلنا هنا طبعًا فطار رمضان ما ينفعش من غير عصير. آآ هاقول لكم على حاجة حلوة أوي يا جماعة، لو أنتم من الناس اللي بييجي لكم دايمًا حموضة أو الأكل فيه طماطم أو فيه حاجة من اللي هي بتعمل حموضة أو بتتعب المعدة، خلّوا دايمًا جنب الأكل عصير فيه لبن، معمول بحليب يعني أو لبن، أو خلّوا جنبكم لبن رايب جنب الأكل، الموضوع ده بيساعد جدًا في موضوع الحموضة والحموضة بتاعة الأكل وكده. هنا حطيت موز وأفوكادو وهاحط لبن، الميكس ده تحفة، 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 مغذي ومفيد وطعمه رائع. طبعًا أنا ما باحبش أحلّي بسكر، أنا ما باحبش أحلّي بسكر خالص، بس ما كانش عندي عسل، كان العسل اللي عندي خلص، طبعًا أفيد إن هو يتحلى بعسل، يعني الأفيد إن هو يتحلى بعسل، بس أنا كان العسل خلص فاضطريت أحط سكر. آآ ضِفت كمان اللبن، الحليب يعني، و mix بجد جرّبوه هتحبوه أوي، 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 أوي. هنضرب بقى العصير، طبعًا سُفرة رمضان لازم عصير، لازم عصير. عندي فيمتو، بس حبّيت أعمل كده عصير يكون فيه لبن، يعني لمّا بيكون الأكل تقيل، أكلة دسمة تقيلة، باحب أعمل جنبها الفيمتو بيبقى خفيف، ولمّا بتكون العصير ولمّا الأكلة بتكون الأكلة خفيفة زي أكلة النهارده كده، باحب العصير يبقى هو اللي دسم شوية، فالعصير ده تحفة جدًا يا جماعة جرّبوه، الأفوكادو على اللبن على الموز مع الموز، ولو عندكم مكسرات يعني أي مكسرات، أي نوع مكسرات زي كاجو عين جمل، حاجات من دي برضه اضربوها معاه، بتبقى رهيبة، 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 بتبقى حلوة أوي. جرّبوه هتحبوه جدًا، وجرّبوه بالطريقة دي، والأفضل ضيفوا عسل مش سُكّر، هيبقى أفيد، وأنا ما باحبش أضيف سُكّر في حاجة. هنا بقى معايا تقريبًا من العيش اللي هو الفينو أو الساندوتشات الفينو حوالي 8 ساندوتشات أو 10 ساندوتشات تقريبًا، مش متذكرة أوي كانوا كام، تقريبًا 2، 4، 6، 8 تمام. هم يعني بافتحهم كده بالسكينة علشان هنعمل فيهم دلوقتي الكبدة. هنا جِبنا خلاص فتحنا الساندوتشات، هنبتدي بقى نعبّي الساندوتشات علشان تكمل الصورة بقى وتكمل ال يعني إيه، الأكلة تمام. هي والله خطرت على بالنا كده النهارده إن إحنا عايزين حاجة خفيفة، حاجة ساندوتشات، حاجة دي طحينة، دي طحينة إحنا جايبينها جاهزة. فالطحينة دي جاهزة، إحنا شاريين العلب دي بس كده علشان إحنا ما بنستخدمش الطحينة كتير، بس طبعًا الكبدة محتاجة طحينة، تومية، حاجة كده، فجِبنا طحينة وتومية جاهزين. هنا هاعبّي الساندوتشات، يعني إحنا عشان ما بنستخدمش الطحينة كتير، فقُلنا نجيبها جاهزة أحسن على قد الأكلة بتاعة اليوم وخلاص، علشان إحنا مش هنستخدمها بعد كده، إحنا ما بنحبش الطحينة كتير أو ما بنعملش الأكل اللي بيحتاج طحينة يعني عمومًا. بس احتاجنا طبعًا في الكبدة النهارده، فقُلنا إيه، هنجيب كام علبة كده جاهزين. الطحينة يعني طلعت حلوة أوي. فهنا بعد ما باعبّي بقى الساندوتش، بعد ما باحط الكبدة في الساندوتش، باجيب بقى كده إيه، معلقة طحينة وأسقسق بقى.
باسقسق كده فوق الساندوتش إيه، طحينة، وطبعًا إحنا جايبين علب برضه هتتحط جنبنا جنب الأكل، يعني هنحط في الساندوتش من جوّه زي المطاعم كده، و جنب الأكل برضه هنحط الطحينة برضه، في علب طحينة تانية هتشوفوها دلوقتي وأنا بارص الأكل. باعبّي كده الساندوتش، يعني حاولت إن كمية الكبدة أحاول أقسّمها على قد على كمية الساندوتشات، ولكن في الآخر برضه يعني فضل شوية كده يعني زيادة، يعني أنا كمّلت الساندوتشات ومليت الساندوتشات كلّها، ولكن فضل شوية كبدة كده زيادة حطيتهم كده في طبق جانبي كده، وبرضه هاحطه جنبنا على الأكل مع عيش بقى عادي، اللي هي أرغفة عيش عادية جدًا، مش ساندوتشات. بُصّوا بس الجمال وركّزوا لي في التفاصيل، الساندوتش كده الكبدة يعني وتنزلوا عليه كده كمان بمعلقة طحينة أو بشوية طحينة كده إيه على الكبدة. بُصّوا يا جماعة مش لازم كل يوم طبيخ، مش لازم كل يوم أصناف وفراخ وكبسة وبَط وحمام ومش عارفة إيه، مش لازم كل يوم آآ نرهق نفسنا في الأكل ونعمل أصناف ونعمل مش عارفة إيه، وعادي ممكن يوم كده نيجي نعمل أكلة خفيفة، حاجة كده بسيطة. يعني حاجة تريّحنا، يوم كده نعتبره يوم break، يوم راحة، المهم يعني أكلة خفيفة، أكلة تغيير، نفصل من الطبيخ والمحشي والمش عارفة إيه والحاجات دي، نفصل شوية ويبقى يوم لذيذ، يوم خفيف، يوم معمول فيه حاجة لذيذة، حاجة خفيفة، وفي نفس الوقت الأكلة حلوة برضه، يعني هي مش أكلة أي كلام على فكرة، يعني مش حاجة أي كلام. لو أنتم مش عاملين حاجة يعني لو أنتم مش عاملين أكلة فيها بقى المحمّر والمشمّر زي ما بيقولوا، محشي وفراخ وبَط ومش عارفة إيه، مش شرط إن دايمًا يبقى ده الأكل، لأ، ممكن يوم كده نفصل، نريّح أصلًا معدتنا، نريّح نفسنا شوية، يبقى يوم على الأقل لمّا نفصل هنشتاق للأكل ده تاني، الطبخ بقى والحاجات الدسمة دي تاني، ناكل كده يوم ساندوتشات، يوم حاجة خفيفة، يوم كده غير المعتاد، علشان وكلّها نِعَم ربنا، كلّها نِعَم ربنا وكلّها حاجات حلوة وكلّها يعني هنشبع وهنبقى مبسوطين وهنقول الحمد لله وكل حاجة. فعادي يعني ممكن يوم كده تبقى حاجة خفيفة وعادي نرجع تاني نعمل المحمّر والمشمّر والحاجات دي تاني والّا إيه؟ والّا أنتم إيه رأيكم؟ آآ عايزة أقول لكم إن أنا بافرح أوي لمّا بالاقي comment منكم، تعليق على حاجة، بتنصحوني بحاجة. لو شايفين حاجة أنا باعملها غلط قولوا لي، لو شايفين مثلًا حاجة تقترحوا عليَّ حاجة أحسن من اللي أنتم شايفينها في الفيديو برضه قولوا لي. آآ شايفين الجمال؟ شايفين بقى طب والله بيفتح النِفس وبيشهي فعلًا، شايفين الجمال؟ والله ساندوتشين بس من دول خلاص يعني الواحد كَل وشبع والحمد لله ورضا، رضا من ربنا. شوفوا بقى السُفرة برغم على فكرة اللي أنا المفرش اللي مفروش تحت ده دي اسمها سُفرة هنا في الرياض أو في السعودية اسمها سُفرة، فأنا فرشت السُفرة وشوفوا بساطة الأكل وشكله يفتح النِفس في نفس الوقت، يعني برغم بساطته وبرغم إن الأكلة بسيطة جدًا، ولكن تفتح النِفس وتشهّي وتشجّع على الأكل، وهنا طبق البطاطس المحمّرة آآ يعني بجد في أجمل من كده، بساطة وحلاوة وحاجة بتشهي وحاجة تفتح النِفس، وشوفوا بقى جمال العصير، ده العصير اللي أنا باقول لكم عليه اللي باقول لكم جرّبوه، بجد رهيب وتحفة، تحفة، تحفة، يمكن من أجمل العصاير اللي أنا دُقتها في حياتي، من أجمل، أجمل، أجمل العصاير اللي أنا جرّبتها ودُقتها في حياتي بجد تحفة،
بجد جرّبوه، جرّبوه واكتبوا لي إن أنتم جرّبتوه ولقيتوه عمل إزاي. الأفوكادو يعني معروف إن هو فيه سِنّة مرار كده أو بيبقى مُر شوية أو يعني مش من الفواكه اللي طعمها حلو أو مسكّر. هنا باغريكم، هنا ب ب يعني إيه، باغيظكم كده باقول لكم شوفوا طبق الكبدة، دول شوية الكبدة اللي اتبقوا، اللي أنا قُلت لكم بقوا زيادة على الساندوتشات، فأنا جِبتهم كده إيه جنب الأكل. آمم، فالأفوكادو أول مرّة بقى أجرّبه عصير، فبجد لقيته لذيذ بشكل رهيب، ودي كانت سُفرتنا النهارده، وما تنسوناش في دعواتكم كده في ال10 الأواخر، وربنا يا رب يحسن ما بين إيديكم، ومنوّرينّي في القناة. وباتشرّف بوجودكم، وشكرًا ليكم لو لسه بتتابعوني لحد دلوقتي لنهاية الفيديو، وباحبكم جدًا، 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 وأشوفكم تاني في فيديو تاني، كنتم مع بيت يوكا، بيتي وبيتكم، باحبكم جدًا، ومع السلامة.